ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل كيكه الكريم كراميل، حلوه جدا ولذيذه وسهله وبسيطه تشرفك قدام ضيوفك. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه معايا باكو من الكريم كراميل، اي نوع انت تحبيه مفيش اي مشكله. هنستخدم الصوص بتاعه للتزيين اهو، وناخد البودره نستخدمها في الكيكه بتاعتنا. اول حاجه معايا كوبايه من الحليب، كوبايه من السكر، معلقه كبيره مليانه من الحليب البودر، 3/4 كوباية من الزيت بنفس الكوباية اللي عايرت بيها. هننزل بباكو من بودرة الكريم كراميل، وباكو واحد من الفانيليا. تمام. هنضرب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لحد ما يختلطوا مع بعض والقوام بتاعنا يتقل. لو انتم ملاحظين اول ما ابتديت اضرب كان القوام خفيف جدا، تعالوا شوفوا دلوقتي القوام عامل ازاي، تقيل جدا اهو زي ما انتم شايفين. ناخد كوبايه، شايفين شكله، ناخد كوبايه من الخليط بتاعنا ده ونركنها على جنب. كوبايه حلوه كده مليانه ونركنها على جنب. على بقيه الخليط هنضيف بيضتين وباكو من الفانيليا. اهم حاجه كل المكونات بتاعتك تكون بدرجه حراره المطبخ. ضفنا البيضتين وباكو من الفانيليا ومعلقه كبيره مليانه من الخل. هنضربهم مع بعض لحد ما نخلطهم والبيض يختفي. بصوا هيرجع الخليط بتاعنا يخف تاني اهو زي ما انتم شايفين. تمام. معايا هنا كوبايه ونص من الدقيق، حطيت عليهم معلقتين صغيرين من البيكنج باودر وذره كده من الملح. هقلبهم مع بعض كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين، وانزل عليهم بالخليط بتاعي. هبتدي اقلبهم في اتجاه واحد كده زي ما انتم شايفين لحد الدقيق بتاعي ما يختفي. جميلة جدا وسهلة بسيطة. طبعا الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180، لازم يكون مسبق التسخين قبلها بربع ساعة. هنبتدي ندي تقليبة كده زي ما انتم شايفين علشان اي الدقيق لو اي حاجة في جوانب تختفي. تمام. شايفين بقى القوام بتاعنا حلو جدا. صينية مقاس 26 متبطنة كويس بالزيت او بالسمنة، وحاطين كمان فيها ورقة من الزبدة عشان تكون سهل علينا نقدر نطلع الكيكة ونزينها في طبق خارجي. تمام اهو. البصانية بتاعتنا مقاس 26 متبطنة بالزيت وورقة زبدة، تقدري تبطنيها بالسمنة كمان. تمام. دخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 اهو زي ما انتم شايفين. على الرف اللي تحت بتاخد حوالي بالظبط يعني ايه ساعة الا ربع. تمام. وطبعا على حسب الفرن بختبرها كده زي ما انتم شايفين، وما بطلعهاش من الفرن. احنا طبعا الجو بقى برد وداخلين في الشتاء، لو طلعناها مرة واحدة هتهبط. بوارب عليها الفرن كده شوية وبسيبها لما تدفى. ولما بتدفى كده زي ما انتم شايفين ببتدي ان انا اطلعها من الصينية على طول، واشيل ورقة الزبدة بتاعتي عشان ابدأ اشتغل فيها وهي دافية. تمام. مش وهي سخنة ولا وهي باردة. ببتدي اعمل فيها فتحات كده بخلة اسنان زي ما انتم شايفين، وانزل عليها بنص كوباية من اللبن او الحليب الساقع. تمام. بجيب بقى كوباية الصوص اللي احنا خدناها في الاول دي، وبنزل بيها وبفردها على وش الكيكة بتاعتي اهو. طعمها حلو جدا بجد وسهلة. لو جايلك ضيوف او راح تزوري حد، حلوة جدا جدا ومش هتكلفك كتير. جبنا بقى صوص الكراميل بتاعنا ده، ابتديت ان انا اقصه كده يكون رفيع مش مفتوح قوي، عشان اعمل بيه خطوط كده زي ما انتوا شايفين. وبخلة اسنان هبتدي اعمل بقى خطوط كده رايح جاي عشان اديها التعريجة الحلوة دي اهو رايح جاي. طبعا شكلها ما شاء الله تبارك الله. بنحطها بقى في التلاجة لحد ما تبرد شوية، وتبقى ايه طعمها لذيذ كده بقى مع كوباية نسكافيه او شاي بلبن او زي ما انتوا حابين. هنبتدي بقى ان احنا نقطعها كده اهو. شايفين شكل الكيكة ما شاء الله مرتفعة حلوة جدا هشة جدا ما شاء الله تبارك الله. جربوها بجد هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. حلا سهل بسيط مختلف عن الكيك اليومي، حلوة جدا. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروني في وصفات جايه كتير، واللي جاي احلى واحلى، وان شاء الله تطلع معاكم حلوه زي ما طلعت معايا. دمتم في رعايه الله. باي باي.